بونجور يا حلوين، وحشتوني جدا. وبحاول اهو اكون على قد ما اقدر منتظمه في الفيديوز ان شاء الله، يعني ما يحصلش اي حاجه تخليني يعني تخليني مش منتظمه تاني ان شاء الله. فالنهارده هعمل لكم kind of مثلا فلوج على فيديو، مش عارفه الموضوع هيمشي ازاي، احنا هنشوف مع بعض. المهم ان انا لسه صاحيه ودلوقتي الساعه 10 الصبح. اول حاجه هعملها ان انا هفطر وهشرب كوفي، انا قليل هنفطر يعني، وبعد كده هنشرب كوفي، وبعد كده هقعد اصور لكم فلوج عن اليوم. المهم يا حلوين، اللي فيكم تابعني على الانستجرام والجروب بتاعنا بتاع الفيسبوك هيكون عارف ان انا بدات مش تشالنج، بس بدات ان انا كده يعني احفز نفسي ان انا اعيش هيلثي لايف ستايل، ان انا يبقى نظام حياتي صحي اكتر. بس لان انا طبعا موديه جدا وكل يوم عايزه اعمل حاجه مختلفه، فقلت ان انا مش هبوش ماي سيلف ان انا ابدا ستريكت قوي، او ان انا ابقى يعني حد قوي او حاسمه قوي مع نفسي. فبداتها، قعدت اول 2 ويكس قلت هشرب ميه، بس هنتظم الاول ان انا اشرب ميه، لان انا من الناس اللي ما بتشربش ميه خالص خالص، يعني ممكن اقعد باليومين 3 اسبوع ناسيه خالص ان انا اشرب ميه. وللاسف ده عمل لي مشاكل كتير قوي، يعني فعلا كتير قوي. فبليز اشربوا ميه. فانا قلت هنتظم كده الاول ان انا اشرب ميه، فاحس ان انا صحتي الى حد ما احسن شويه، لان انا كان عندي مشاكل في عظمي ومشاكل في الكلى ومشاكل في جسمي كله من قله شرب الميه. لما بدات ان انا انتظم بدا الموضوع الحمد لله يتحسن معايا بشكل اكبر بكتير. لولي بليز يعني ستوب الصوت. انا بس اوكي. وبعد كده قلت تاني 2 ويكس هبدا ان انا ادخل رياضه بسيطه كده، حتى لو هنزل اجري شويه او الف شويه حوالين الجنينه بره او حاجه. وفعلا بدات كده من امبارح وخدتكم معايا برضو، الناس اللي معايا على الانستجرام هسيب لكم الانستجرام وهسيب لكم الجروب بتاع الفيسبوك، بس الجروب بتاع الفيسبوك ده بنات بس ادخلوا برضو بتلاقوني بطلع بقى معاكم لايف كل يوم. وكنت قلت لكم امبارح على الجروب بتاع الفيسبوك انه النهارده في مفاجاه، وفعلا في مفاجاه وهقول لكم عليها حالا، بس نكمل بس الموضوع ده. فبدات بقى دلوقتي ان انا ادخل كده رياضه بشكل بسيط، وبعد كده هبدا بقى ان انا احافظ على اكلي مش قوي، لان انا بصراحه من الناس اللي عندها الاكل ده متعه في الحياه. فبس هكون يعني ايه، باخد بالي، بس انا باكل ايه شويه يعني، مش كتير، مش هبقى ستريكت قوي عشان الناس الجميله اللي بتحب الاكل زي ما تقلقوش. بس انه هاخد بالي يعني انا مثلا فعلا كتير قوي باكل جانك فود. اوكي. وكمان فبقول لكم ان انا باكل مثلا جانك فود كتير قوي، وساعات كتير قوي ما باكلش، اقعد اليوم كله مثلا اكل حاجه واحده، فده مش صح. فقلت ان انا هبدا شويه، لانه خلاص بقى احنا المفروض ناخد بالنا بجد من صحتنا ومن مناعتنا، خصوصا الفتره اللي جايه دي حاجه تاني. طبعا بصوا شعري، انا بقيت خلاص هيت فري، ما بعملش شعري خالص، ولا سشوار ولا بيبي ليس ولا اي حاجه. والحمد لله حاسه ان هو اتحسن من اول ما بدات ان انا اسيب البرنامج طبعا، وما بقتش مضطره ان انا اعمل بقى اللي هو السشوار الجامد قوي والستريتنر الجامده قوي. فعلا شعري اتحسن الحمد لله. وانتوا برضو قولوا لي رايكم، حاسين كده ولا ايه؟ حاساه تقل شويه. طيب دي حاجه. تاني حاجه المفاجاه بتاعت النهارده بقى اللي هي ايه، فاينلي جالي ايه، تادا، سيلكي سكين اس اي. اوكي. ده اي بي ال هير ريموفال هاندسيت، جهاز لازاله الشعر بالليزر او باشعه الاي بي ال. وام سوبر اكسايتد ان انا اجربه معاكم وان انا اعرف النتيجه هتكون ايه. انا لسه جايلي، لسه واصل لي من كام يوم بس بسيطه. انا كان نفسي فيه بصراحه من زمان قوي، والحمد لله لقيت اسلام يعني جابهولي بقى، اتصرف كده وجابهولي الحمد لله، لان قعدت الف على ناس. هو للاسف مش بيوصلوا في مصر، بيوصلوا بقى كل الدول العربيه التانية، او تقريبا وورلد وايد اصلا حوالين العالم، بس مصر حاليا واقف فيها التوصيل للاسف. ماشي حلوين. ف اول بقى ما جالي بصراحه ام سوبر اكسايتد ان انا اجربه، بس لسه عايزه اقرا عنه شويه، واشوف عنه اكتر معلومات. بس هعمل لكم ريفيو حلو جدا 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 عنه، هستخدمه معاكم. لو انتوا حابين ان تشوفوا مثلا اول استخدام ليا قولوا لي برضه، ممكن اعمل لكم فيديو على طول انزله بكره، لانه انا هستخدمه النهارده، فانتوا النهارده هتشوفوا الفيديو ده. لو حابين ان انا استخدمه معاكم اول مره على فيديو اكتبوا لي في الكومنتس، هفتحه معاكم ونجربه، هصور كده كده. لو انتوا حابين الفيديو ده هنزله لكم بكره ان شاء الله على طول عشان تشوفوه.
ومره في مره هقول لكم النتيجه ان شاء الله. الحلو بقى في الجهاز ده ايه؟ ان انت اولا هتوفري فلوس كتير قوي لان هو مش غالي خالص. تاني حاجه ان انت يعني هو بتمن مثلا سيشن واحده فول بادي انت هيكون معاكي الجهاز فيه 300 الف بالس، فاللي هي اصلا هتكفيكي مثلا بتاع 10 سنين على الاقل، انه بعد كده مش تبقى محتاجه اصلا. وحاجه مهمه جدا اللي هي تخصني انا، موضوع البرايفسي بقى، ان انا مش لازم كل شويه انزل واروح للدكتور وابقى محرجه بقى. عايز تعملي بقى البرايفت ارياز براحتك، عايز تعملي حاجه معينه براحتك، فاهماني؟ دي حاجه، وهنوفر وقت كتير قوي ان احنا نروح ونستنى في كلينيك ودورنا والحجز والميعاد اللي انا اصلا بكسل جدا اعمله، ودي حاجه تانية. وكمان هتوفري فلوس كتير قوي يعني. وكمان هما يعني they promise you انه لو انتوا في خلال 3 شهور النتيجه ما عجبتكوش من الجهاز، على فكره this not sponsored خالص، وهم اصلا ما يعرفوش ان انا بعمل الفيديو دوت، وانتوا عارفيني انا مش بعمل اعلانات والحاجات دي غير لما اكون حاجه متاكده منها ومجرباها وفعلا عجباني. يعني بعمل اعلانات، انا رخمه قوي في موضوع الاعلانات دوت، فلو حاجه انا بكلمكم عنها خليكم متاكدين على ضمانتي ان هي فعلا تستاهل ان انا اتكلم عنها. بدانا ندوشه. لو حاجه انا بتكلم عنها خليكي عارفه 100% ان انتي فعلا بتاخدي الريفيو الحقيقي الصح، من غير اي بقى افوره ومن غير اي مجاملات والكلام ده، والناس القريبين مني عارفين الكلام ده كويس قوي. اوكي؟ ولو حاجه نص نص بقول نص نص، لو حاجه وحشه بقول وحشه، ما بتكلمش عنها اصلا، ولو حاجه حلوه فعلا بحب اديها حقها. ام سوبر اكسايتد زي ما بقول لكم ان انا اجرب دوت، ولو فعلا طلع حلو هقول لكم. كده احنا هنجربه مع بعض، فانا هوريكم الريزلتس كده واحنا ماشيين مع بعض، فهتبقوا شايفين. لو انتم مهتمين بحاجه زي كده فقولوا لي في الكومنتس علشان ابدا بقى اصور لكم كل السيشنز اللي انا هعملها وهنزلها لكم. بس كده ذاتس اول. دلوقتي ما اقدرش اكلمكم اكتر من كده عن الجهاز، هقرا بقى واقول لكم الفيديو كده، هصور الفيديو زي ما بقول لكم. ولو انتوا عايزين انزله بكره اكتبوا لي في الكومنتس ان انا انزل الفيديو بكره، هينزل لكم بكره على طول ونجربه مع بعض. اوكي؟ لو لقيت في اقبال يعني على الموضوع. بس كده. ايه تاني بس. وقولوا لي افكار فيديوز في الكومنتس او حتى في المسجز. ما اعرفش انا ليه بيجي لي مسجز كتير وما تكتبوش في الكومنتس كتير، بجد سو ويرد يعني. المهم اشوفكم ان شاء الله يا حلوين الفيديو الجاي. باي باي. طيب يا حلوين، انا دلوقتي هفطر، فقلت لولي شوفي مين على الباب، تلاقيه ياسو اكيد. هفطر فقلت اوريكم معايا انا هفطر ايه كده. هو مش حاجه سبيشال خالص، وانا زي ما قلت لكم انا واحده بتحب الاكل، فمش هبقى ان انا محافظه قوي على اكلي، بس هحاول الايام اللي انا اوكي مش بكليف حاجه معينه، مش نفسي رايحه على حاجه معينه، اكل اكل الى حد ما صحي واكون بحبه. انا بحب جدا الجبنه القريش والجبن عامه يعني، فاللي عملته هنا ان انا عملت ايه، بصوا عملت، وده بقى عادي دي موجوده عندي على طول في التلاجة. بعمل بصوا جبنه قريش، شايفينها؟ بصوا حتى انا حاطه زيت كتير قوي ازاي عشان بس تعرفوا، شايفين؟ بحط فيها زيت كتير قوي، بس بعملها بقى بالفلفل والطماطم وفلفل الوان لو موجود، وبالشطه وكده، وزيت برضه كتير زي ما بقول لكم، وما عنديش مشكله مع عيش بلدي يعني. بصوا حتى كميه برضه العيش اللي باكلها مش قليله، فاهميني؟ لو حسيت ان انا هجوع كمان شويه هقوم اعمل اكل عادي جدا، هاكل اللي موجود. فيعني عشان بس اكون واضحه معاكم وصريحه معاكم، مش بقى مثاليه زي ما كله بيعمل على السوشيال ميديا وكده. مع لولا انا باكل بمزاجي وباكل براحتي. انا الحمد لله ان انا بحب اصلا الخضار والحاجات دي باكلها عادي، ما عنديش فيها مشكله، فاهميني؟ فيبقى الاكل الى حد ما لطيف. بس بقى نفسي في اي حاجه هاكلها عادي جدا. حبيت بس اكد على المعلومه دي.